تخيل تبقى بتحارب ملك الشياطين مرة واحدة والدنيا كلها خربت حواليك خلاص وما بقاش عندك حاجة تخسرها، وبعد ما بتكون خلاص هتنتصر وبتبقى أخيرا هتموت في السلام تلاقي نفسك مجبر تعيد الحكاية من أولها. بس بيدخلها بطلنا المرة دي بقلب جامد وناوي يقلب الترابيزة على الكل. وهي دي حكايتنا النهاردة، علشان كده ما تنساش تعمل لايكك وسبسكرايبك. أهلا بكم في طوكيو انمي. بنعرف إن في أعراق تانية غير البشر زي الإلف والأقزام وشكلهم بيبقى شبه شكل البشر، وفي الشياطين واللي بالرغم من قلة عددهم إلا إنهم أقوياء جدا، وكانت بتحصل حروب كتيرة بين البشر وأشباه البشر والشياطين، وده اللي تسبب في تقسيم القارة للشرق والغرب. بس لما جه ملك شياطين عادل من 300 سنة الأوضاع استقرت شوية وبقوا الأعراق في سلام مؤقت، ولكن في الشهر الخامس من سنة 2026 السلام ده بينتهي والشياطين بيعملوا هجوم شامل على باقي الأعراق بقيادة ملك الشياطين الجديد، والشياطين بيقاتلوا بكل قوتهم وما بيهتموش لأي حاجة كأنهم كانوا موجودين السنين اللي فاتت، وبلاد بشرية كتيرة وقعت في غمضة عين. وبنشوف المجموعة الانتحارية اللي دخلوا القلعة اللي بيكون منهم بطلنا كايل بيقابلوا مجموعة من الشياطين في الأول، وبيقول لهم واحد منهم واسمه سيران إنه هم يسبقوا وإنه يتولى أمرهم. بيقولوا كايل إن هم يعتمدوا عليه وبيسيبوه بيكملوا طريقهم، وبيروحوا كايل ورازو لغرفة ملك الشياطين، وقبل ما يدخلوا بيشرب كايل حاجة غريبة كده بتخلي عينه كلها بتحمر، وبيشوفوا من بعيد بلورة حمراء غريبة وبيروح كايل ناحيتها بس بيلاقي المتفجرات نازلة عليه. بيصد معظمهم بس بتصيب واحدة في رجله وبيوقع على الأرض، بتنزل الأخيرة على دماغه بس بتنقذه روزا في آخر لحظة وبتصدها قوتها السحرية، وللأسف بتنتصر عليها وبتلتهمها. بتختفي روزا تماما وبكده ما بيتبقاش غير كايل في المكان. بيحس كايل بغضب شديد وبيظهر قدامه ملك الشياطين وبيقوم وبيستعد ان هو يقتله لوحده. بيهجم عليه بكل قوته وبيتفادى كل المتفجرات اللي بيطلقها ملك الشياطين عليه، وبيروح يستخبى ورا العمود الضخم وبيحدف عليه الملك قنبله ضخمه بتدمر العمود في لحظه. وبيقول كايل لنفسه انه دلوقتي ما قداموش غير حل واحد وهو تحرير قوه الحجر السحري اللي في السيف علشان يقدر يقضي على ملك الشياطين. وفعلا بيحرر قوه السيف وبيحصل انفجار كبير. بيهجم كايل على ملك الشياطين بكل قوته وسرعته وبيقدر انه يخترق جسمه بالسيف وبيقضي عليه تماما وبيتبخر الملك والسيف كمان بيتكسر. بيكون جسم كايل كله اتدمر وبيقع على الارض وبيقول انه اخيرا كل حاجه انتهت، وبيبص لفوق وبيبقى كانه بينادي على حد بس المكان كله بيبقى هادي، وبيعرف ان مفيش حد غيره نجا. وبيقول انه هو خسر كل حاجه كان عايز يحميها، اهله واصحابه والاشخاص اللي بيحبوهم كلهم ماتوا. بيستسلم هو كمان للموت وبينام على الارض وبيقول ان دلوقتي جه دور. بس فجاه بيظهر ضوء شديد جدا خارج من البلوره الحمراء اللي كانت علقه في الهواء، وبيجمع كايل كل قوته وبيحاول ان هو يقوم علشان يلحقه قبل ما قوته السحريه تخرج عن السيطره. بيروح ناحيه البلوره باعجوبه وبيمسكها بايده، بيزيد الضوء اكتر وبتظهر تحته تعويذه سحريه ضخمه ومره واحده كل حاجه بتختفي. بيصحى كايل من النوم في اوضته عادي وما بيبقاش مصدق نفسه وبيفضل يبص حواليه. بيفتح الشباك وبيلاقي المملكه كلها زي ما هي رغم انها كلها دمرت، وبيقول لنفسه اكيد ده حلم. بتدخل عليه ايزي صديقه طفولته علشان تصحيه وبتقول له انت تفضل نايم طول اليوم بقى ولا ايه؟ بيتصدم كايل اول ما بيشوفها وعينه بتفضل تتدمع. بتستغرب ليزي وبتروح له تساله مالك بطنك وجعاك ولا ايه؟ بيقطعها كايل وبياخدها بالحضن على طول وبيقول ان ده اكيد حلم فعلا، لكنه مش مهتم واهم حاجه ان هو قادر يشوفها تاني حتى لو بيحلم. بتتكسف ليزي ومره واحده بتديله بالبنيه في وشه وبتقلبه من على السرير وبتقول انها مش جاهزه دلوقتي للارتباط، وبتخرج جري وبتصرخ بقى على الصوت وبتقول له يا ابن الغبيه. بيحس كايل بوجع ضربه وبيقول ان هو ازاي حس بالوجع ومعقول ما يكونش بيحلم فعلا. بيلاقي البلوره اللي مسكها تحت ملايه السرير وبيتاكد ساعتها ان ده مش حلم فعلا. بيروح يبص في المرايه وبيستغرب من شكله وبيبقى كانه صغر كام سنه كده، وبيدور على الاصابات الخطيره اللي اتصابها في جسمه بس ما بيلاقيش اي حاجه، وبيقول يعني لو ده مش حلم امال ايه اللي حصل ده يا جدعان؟ يبقى يتجنن من التفكير وازاي البلد رجعت لطبيعتها وليزي كمان لسه عايشه، معقول يكون رجع للماضي؟ بيطلع البلوره الغريبه دي من جيبه وبيقول اكيد البتاعه دي هي السبب، وبيلاقي بطنه بتطلع صوت وبيقول ناكل بس وبعدين نشوف احنا في الماضي ولا في المستقبل ولا فين بالظبط. بيخرج وبيلاقي قدامه وليمه اكل واكيد ليزي هي اللي حضرتها له، وان في العادي كانت هي اللي بتطبخ لهم معظم الايام. بيقعد ياكل وبيعجبه الاكل جدا وبينسفه كله في لحظه كانه ما كلش باله اسبوع. بيدخل عليه سيران وهو بيتمطع وبيقول ان هو ميت من الجوع، بس بيلاقي كايل خلص على الاكل كله. بيقول انت اكلت كل ده لوحدك؟ وبيروح يشوف الحلل وبيلاقيها فاضيه. بيتضايق وبيقول ان هو كان متحمس للاكل ده واكيد ليزي كانت مبدعه فيه. بيتفاجئ كايل اول ما بيشوفه وبيفضل باصص له، بيقول لنفسه ان هما الاتنين كانوا بيقاتلوا مع بعض من شويه، فايه اللي بيحصل ده؟ بيلاحظ سيران وبيقول له انت متنح لي كده ليه ياض انت؟ بيبص حواليه بسرعه وبيحاول يغير الموضوع وبيقول له الجو حلو النهارده مش كده؟ وبعدها بيساله احنا النهارده كام في الشهر
السنة. بيستغرب سيران وبيقول له احنا يوم 24 من شهر 5 سنة 2023. بيتصدم كايل وبيقوم من مكانه وبيقول له انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ بيرد عليه ايوه متأكد، انت شارب حاجة ولا ايه؟ بعدها بيفتكر ان النهارده عيد ميلاده وبيقول له خلاص يا عم سامحك على الاكل اللي كلته علشان عيد ميلادك، واعتبر الوليمة دي هي الهدية بتاعتك. وبيقول له انت بتاخدني على قد عالي ولا ايه؟ انت كمان مش انت اللي عامل الاكل علشان تعتبره هديتك يا معفن. بيتجاهل كلامه وبيقول ان هو يروح لليزي ويضحك عليها بكلمتين علشان يخليها تعمل له اكل تاني. وبيقول كايل ان هو لسه زي ما هو ممكن يعمل اي حاجه علشان ياخد اللي هو عايزه. بيفضل يفكر وما بيبقاش عارف هيتصرف ازاي بعد ما رجع بالزمن 3 سنين. وبيروح لامه سيارة في المكتبه الخاصه بتاعتها اللي بتبقى تحت الارض، وبيتخض اول ما بيشوفها وبيفتكر الطريقه اللي ماتت بيها. بتستغرب امه وبتقول انها مش متعوده تشوفه هنا، وبيعرفها ان النهار طلع وهي اللي قضت الليل كله في القريه. بتقول له سيارة انها ما بتحسش بنفسها ولا بالوقت هنا. وبيكون كايل عايز يسالها سؤال يخص السحر، وقبل ما يسالها بتقول له انها مش عارفه اذا كانت هتقدر تجاوب عليه ولا لا. بتكون سيارة واحده من السحرة العظيمين القليلين في البلد، وبيسالها لو في تعويذ سحريه ممكن ترجع الواحد بالزمن للماضي. بترد عليه ان اكيد في، وانها مش تعويذه معروفه لكنها بتاثر على الزمن فعلا، لكن محدش يعرف وجودها اصلا، وعلشان كده محدش يقدر يستخدمها، والموضوع يخص القوه السحريه. وحتى لو اعظم ساحر في التاريخ استخدم كل طاقته السحريه مش هيقدر برضه ان هو يرجع بالزمن ولو ثانيه واحده. بيقول لها طيب لو استعان بحاجه سحريه هل هيقدر ينفذ تعويذه ويرجع بالزمن؟ بتستغرب سيارة من الفكره وبتقول له انها فكره ذكيه، بس برضه يحتاج مش اقل من 1000 سنه علشان يقدر يخزن القوه السحريه المناسبه ويستخدمها. وبيسالها مش ممكن يستخدم طقوس التضحيه المحظوره. بتفكر في سؤاله وبتقول له انت اتعلمت الحاجات دي كلها فين يا؟ بيتوتر شويه وبيقول لها قريت عنهم في كتاب كده بس انا ما اعرفش اي حاجه خالص. بتقول سيارة ان الموضوع مستحيل حتى لو استخدم الطقوس المحظوره، وانه علشان يعمل كده محتاج حياه نص الكائنات البشريه اللي في القاره كلها، يعني الموضوع مستحيل. بتقوم وبتحاول تجيب كتاب من الكتب اللي على الرف وبتديه لكايل، وبتقول له ان لو في اداه سحريه ممكن تساعد على الرجوع بالزمن فاكيد هتكون مذكوره في الكتاب ده. بيفتح الكتاب وبيلاقوا صوره لتنين ضخم وجوه البلوره الحمراء اللي شبه البلوره اللي ساعدت كايل على الرجوع بالزمن، وبتطلع دي قلب التنين المقدس الاسطوري وهي الاداه الوحيده اللي تقدر تعمل كده. وبنعرف ان كان في مملكه سحر قديمه اسمها اكارلس، وفضلت مزدهره ل1000 سنه بفضل قلب التنين المقدس والطاقه السحريه الهائله اللي كانت جواه، لكن في النهايه طاقته كلها استنزفت وده خلى المملكه تدمر وتنتهي. وبتقول له سيارة ان قلب التنين المقدس مفقود من 1000 سنه وممكن يكونوا الشياطين هم اللي لقوه. بيفضل كايل ساكت وبيفكر في اللي حصل وبيكون قلقان جدا، وبتقطع امه تفكيره وبتكون مبسوطه ان هو جالها واتكلم معاها وان دي حاجه ما حصلتش من فتره كبيره، وكانت متضايقه ان هو من ساعه ما وقف تمارين المبارزه وهو بيتجنبها وما بيكلمهاش. بيتاسف لها كايل وانه اكيد ما كانش قاصد يعمل كده، وبتضحك سيارة وبتقول له ان هو شكله عاقل النهارده على غير المعتاد، يعني كانه جاي من المستقبل. بيتخض كايل وطبعا بتكون امه بتهزر وما تعرفش حاجه. بتقوم وبتقول انها ميته من جوه واكيد ليزي خلصت عمايل الاكل. بيقول لها كايل وهو خايف منها ان هو كل الاكل كله وما تبقاش منه حاجه. بتتصدم سيارة وبعدها بتفتكر ان النهارده عيد ميلاده وبتقول له خلاص يبقى اعتبر الوليمه دي هي هديه عيد ميلادك. بيكشر كايل وبيقول انتوا كلكم مستخسرين تجيبوا لي هديه حقيقيه ولا ايه؟ بيخرج بره البيت وبيقعد لوحده وبيطلع البلوره من جيبه وبيفضل باصص لها. بتروح له ليزي وبيخبي البلوره على طول اول ما بيشوفها وبيبقى باين عليها انها مش طايقاه. بيتاسف لها على طول على اللي عمله الصبح وانه كان لسه صاحي من حلم غريب وده اللي خلاه يعمل كده. بتستغرب وبتقول له حلمت اني بموت ولا ايه؟ بيرد عليها وبيقول لها حاجه زي كده يعني. بتضحك وبتقول له انها كده هتضطر تسامحه وكمان النهارده عيد ميلاده وبتتمنى له عيد ميلاد سعيد. وبنعرف ان بلدهم قريبه جدا من منطقه الشياطين وكانت اول بلد تتعرض للهجوم خلال الحرب واتدمرت كلها وليزي ماتت في الهجوم ده. بيفتكر كايل كل حاجه وفي اليوم ده بيقسم على الانتقام ليها وان محدش غيره هيقتل ملك الشياطين الشرير. بنرجع للواقع وبتفضل ليزي تنادي عليه وهو غرقان في افكاره وذكرياته وبتقول انها بدات تخاف منه. بيقول لها انه هو سرح بس شويه وبيرجع يفكر تاني وبيقول لنفسه ان هم 3 سنين بس وكل السلام ده هينتهي وان هو الوحيد اللي يعرف الحقيقه وان لو ما تصرفش صح المره دي فيضطر ان هو يعيش الايام المأساويه دي من تاني ويخسرهم كلهم. ومره واحده بيقوم وبيقول ان هو يغير كل حاجه وينقذهم وينقذ العالم كله مهما كلفوا الامر. بتفضل ليزي بصاله وهي مش فاهمه منه اي حاجه وبيرجع كايل البيت وبيكتب في مذكراته كل الاحداث المستقبليه اللي هو فاكرها وبيفضل يفكر ايه اللي المفروض يعمله وان الشياطين هيبداوا هجومهم الشامل بعد 3 سنين بس حتى لو طلب من الناس ان هم يستعدوا محدش هيصدقه ويفكروه مجنون وبيفكر ان هو يقتل ملك الشياطين بنفسه قبل لما يعمل اي حاجه لكن دي حاجه مستحيله بالنسبه لقوته الحاليه. بيقوم وبياخد سيفه وبيستعد ان هو يتدرب على قوته من دلوقتي وبيستخدم قوته السحريه وبيصنع هولوجرام على شكل
شكل ملك الشياطين وبيبدأ إن هو يقتله. بيصد هجماته بالعافية وما بيقدرش يستمر وبينتصر عليه الهولوجرام في الآخر. وبيقول لنفسه فاضل 3 سنين بس على الحرب العظيمة، وأنا عمري ما اتدربت بجد على السحر أو القتال قبل كده، وعلشان كده هيحتاج إن هو يضاعف مجهوده الأيام دي. بيفعل تعويذة سحرية وبتتفعل بسرعة وبيستغرب إن قوته السحرية زادت، وبيهجم على ملك الشياطين بكل قوته، بس ضربة واحدة من الملك الشياطين بتحدفه بعيد وبتوقعه على الأرض. بتكون قوته السحرية زادت عن المعتاد لكن جسمه مش قادر يواكبها، ولو حاول يقبل أي تعويذة قوية هيموت فيها. بيكونوا ليزي وسيران بيراقبوه من بعيد وبيستغربوه جدا، وبتقول ليزي هو مجنون كده من امبارح. بيتريق سيران عليه إن هو من 3 أيام بس كان بيستسلم في تحدي التحديق وكان دايما بيكسبه. بتروح لهم واحدة تانية واسمها ليلى، وبنعرف إنها أم سيران وكانت في رحلة، وبتسأل ليزي ابني الغبي ده كان بيساعدك ولا لا؟ بترد عليها إن هو كل يوم بيجي يتحايل عليها علشان تعمل له أكل. بيضايق سيران وبيقول لها ما تقولش كده. بتشوف ليلى كايل وبتسألهم بيعمل ايه الواد العبيط اللي بيقاتل الهوا ده كمان، وإنه شكله كأنه شخص مختلف تماما، وهي حاجة واحدة بس اللي تخلي الشاب زيه يتغير فجأة كده، وهي بنت جديدة بيحاول يبهرها. بيقول سيران يا ابني ليه سبقتني في دي كمان؟ بتتصدم ليدي وبتتعصب فجأة وما بتشوفش قدامها، وبتروح لكايل اللي بيكون واقع على الأرض من كتر التعب وبيحس بوجع شديد في ظهره. بيبص وراه وبيلاقيها مبرقاله وكأنها تاكله، وبتقول له اعترف بالسرعة هي مين؟ بيستغرب من سؤالها وما بيبقاش فاهم هي بتتكلم عن ايه اصلا. بتمسك فيه وبتقول له ما تعملش نفسك غبي، مين هي اللي بتحاول تبهرها بقوتك؟ بتفضل تصرخ في وشه زي المجانين وتهز فيه لحد ما بيجيب كل اللي في بطنه وبيقع على الارض. بعدها بتهدى وبترجع لطبقتها وبتحضر لهم اكل كتير، وبتتاسف لكايل على اللي عملته فيه وانها عملت مجهود كبير في تحضير الاكل ده علشان تراضيه. بيكون كايل لسه متعصب بس سيران بيبقى في دنيا تانية وبيستعد ان هو يلتهم الاكل كله. بيرحبوا كلهم بليلى وان هم فرحانين انها رجعت، وبيقول كايل ان هو عايز يسالهم كلهم سؤال بما ان ليلى معلمته هنا. بتستغرب ليلى وبتساله ليه بتتكلم برسميه كده كانك في اجتماع مهم. بيسالهم مين في البلد عنده القوه والمكانه الكافيه ان هو ياثر على كذا بلد ويقنعهم برايه. بيتنحوا كلهم قدام سؤاله، وبتقولوا ليلى ان في الملك وفي الكاهن وفي كمان البطل لاندروفا، ودول اكتر اشخاص ليهم تاثير ونفوذ في البلد. ولاندروفا هو البطل اللي هزم ملك الشياطين في الحرب اللي قامت من 300 سنه. بيقول سيران ان اكيد كل الاعراق هيسمعوا كلامه مش بس البشر. بيسرح كايل في افكاره وبيقول لنفسه ان مفيش فرصه قدامه غير انه هو يبقى ملك او كاهن او بطل، وطبعا الحاجه الوحيده اللي ممكن يحققها في 2 أو 3 هو انه يبقى بطل. بياخد طبعه وبيقوم من سكات وكلهم بيبقوا مستغربين منه. وبتقول ليلى الواد ده الشكل جراله حاجه، وبتقول ليزي ان هم لازم يفضلوا مراقبينه اليومين دول. بيحس كايل بنفس الوجع الشديد في ظهره، وفي اخر اليوم بيفضل في اوضته لوحده وبيجمع حواليه كل كتب والمذكرات، وبيقول لنفسه ان الميزه الوحيده هي انه عارف ايه اللي هيحصل وانه عنده ذاكره قويه.